فيك السيبوان تعينات ولاو الناس ولا واحد المشاكل ولات فوضى على مستوى البيع ديال السلاح على برا، على مستوى التقسيط وعلى مستوى التلقي ديال المستهلك. الفوضى في اسعار الخضر والفواكه سببها الاحتكام للعرض والطلب، والغلاء كيتحملو المستهلك اللي كيتحمل تبعات تحرير الاسعار، وكيبقى المستهلك هو الحلقه الاضعف في سلسله خيام انتاج الخضر والفواكه بسبب اختلال ميزان العرض والطلب. وكذلك الفلاح اللي كيبذل مجهود كبير باش يوفر المنتوج وكيبيعو بسعر رخيص كيتضاعف مرات عديده عاد كيوصل للمستهلك النهائي. بعد ما عرفوا شنو هي الاسباب اللي كتمنع تدخل الجهات المختصه لتحديد اسعار الخضر والفواكه واللي كتخلي تحديد الاسعار مرتبط بميزان العرض والطلب، غادي نبحثوا في هذا الجزء على الحلول اللي تقدر تدفع لتجاوز حالات الفوضى اللي كتعرفها سلسله انتاج وتسويق الخضر والفواكه بطريقه تخلي المستهلك يقتني المنتوجات المتوفره بكثره باسعار مقبوله ومعقوله. لنتابع. المستهلك والفلاح هما أضعف حلقة في سلسلة قيم إنتاج الخضر والفواكه، والوزارة الوصية وضعت خطة باش تنظم إنتاج منتوجات وتسويق منتوجات كيتم إتلاف 40% منها سنويا بسبب سوء التعامل معها. هذه الخطة كتندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 واللي كتجي في إطار مخطط المغرب الأخضر، وكتمثل في اعتماد خيار التجميع اللي صدر قانون كينظمو في 2012. ووكالة التنمية الفلاحية هي المكلفة بقيادة هذا المشروع. احنا الآن وسط اجتماع بمقر وكالة التنمية الفلاحية، وهذا الاجتماع كيجي لتدارس تقدم المشاريع المندرجة في إطار التجميع. شنو هو التجميع وعلاش دار؟ هذا واحد نموذج تنظيمي اللي جا به مخطط المغرب الأخضر اللي كيمكن أن الفلاحة المجمعين يكونوا منظمين حول فاعلين خواص ولا هيئات بالمهنيه اللي عنده بزاف ديال المزايا. بالنسبه للفلاحه المجمعين اولا كيمكن لهم اولا وقبل كل شيء من تسويق المنتوجات ديالهم في ظروف مناسبه، لانه كيكون ما بين هذا الفلاح المجمع والمجمع واحد عقد تجميع الفلاحي اللي مؤثر بقانون التجميع الفلاحي 014. وكذلك كيمكنوا انه يستافد ان الفلاح المجمع خصوصا الصغار الفلاحين الصغار انهم يستافدوا من تقنيات جديده من التاطير ديال المجمع، لانه خصو يقدم واحد تاطير مواكبه تقنيه للفلاحه المجمعين، لان الفلاح المجمع ما يمكنش بوحده انه يتكلف بالانتاج تحسين الجوده. هذه الخطة كتطمح لتنظيم إنتاج وتسويق منتوجات بحال الخضر والفواكه من خلال عقد كيجمع بين مجمع وهيئة بمهنية أو فلاح مجمع، بحيث يقدر الفلاح يتحكم في الإنتاج والجودة ديال المنتوجات ديالو من خلال دفتر التحملات. هذه كتكون واحد العلاقة رابح ما بين الفلاح المجمع والمجمع. المجمع من جهته كيضمن تزويد الوحدة ديالو، وحدات التثمين ديالو بواحد المنتوج اللي عنده واحد الجوده عاليه، واحد المنتوج اللي كيستجيب لمتطلبات السوق، لان العلاقه ما بين السوق والمجمع هو اللي كيعرف المجمع هو اللي كيعرف اشنو طالب السوق، لا من ناحيه التسويق الوطني ولا التصدير. عنده المتطلبات، عنده واحد دفتر تحملات كاين شارج كيقول ها هو المنتوج كيفاش بغيتو. اذا المجمع هو اللي كيوصل هذه المعلومه للفلاح، كيقول له بغيت الانتاج يكون في هذا المستوى ديال الجوده الى غير ذلك. ومن ناحيه تحسين الانتاجيه كذلك، لانه بالتاطير التقني وبالدور اللي كيقوم به المجمع مع الفلاح كيمكن ليه انه يحسن من الانتاجيه كما وكيفا. تحسين الانتاجيه من خلال الكم والكيف عند الفلاح هدف مشروع، ولكن كيفاش يقدر الجميع يساهم في تنظيم سلسله القيم بشكل يستافد منه الفلاح ماديا ومعنويا؟ ذكرت غير واحد جوج ولا ثلاثه المزايا من المزايا عديده ديال التجميع الفلاحي. ما بين المزايا هي تفادي الوساطه، لان الفلاح الصغير ملي كينتج بوحدو ملي كيوصل الوقت ديال التسويق كيلقى راسو مواجه فين غيبيع، كيلقى اما المضاربين الوسطاء الى غير ذلك. دونك اش كيدير؟ كيلقى راسو مضطر انه يبيع بثمن اقل
القيمه المضافه اللي كتكون ما كتوصلش للفلاح. حنا التجميع بغينا انه القيمه المضافه الماكسيموم، الجزء الكبير ديال القيمه المضافه انها ترجع بالفائده للفلاح المجمع وبتحسين الدخل ديالو. لذلك كيكون واحد العلاقه مباشره بين الجوج. تفادي الوسطاء وكثرة المتدخلين من خلال خلق علاقة مباشرة بين الفلاح والمجمع هو هدف الإطار التنظيمي اللي حدده القانون 04/12 واللي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يوليوز 2012، واللي هدفه النهوض بإنتاج وتسويق المنتوجات الفلاحية ابتداء من المصدر اللي هو الأرض، بحيث أن الفلاح يقدر يستافد بإطاره من الدعم التقني والمالي بشكل يمكنهم من الزيادة في الإنتاج وفي الجودة ديال المنتوجات ديالهم اللي غيسوقها المجمع مباشرة في الأسواق الممتازة أو فضاءات مخصصة لهذا الغرض. تساؤل حول نجاعة وفعالية التجميع دفع طاقم 45 دقيقة لمرافقة محمد السالحي المشرف على مواكبة وتتبع تنفيذ عقود التجميع بوكالة التنمية القروية في زيارة لإقليم تالودانت وبالضبط جماعة أهل الرمل فين كاينة ضيعة فلاحية كيملكها الحسين اللي كينتج فيها الليمون ومرتبط بعقد مع مجمع. فشنو استفاد الحسين من التجميع؟ في 2010 حنا داخلين تجميع وداخلين تجميع وحتى نتيجه مزيان، لا في البوتاكوت لا في الماتيريال لا في كل شيء، حتى النتيجه مزيان بالنسبه للحوامل وبدلنا الشجر كبار. دوك الشجر الكبار اللي كان هذاك اسمو بدلناهم دابا نديرو التجميع. كان دخلنا داك الكادو هذاك الكليمونتي الاول هذاك ما كيديرش الطوناج ناقصو كيدير لك هذاك الرقيق. هذه الاولى بعدا داك الكادو داك الشيء هو الشجره قديمه ديال 40 عام 50 عام وديك الماركه ما بقاش صالحه للتصوير، كدير كاع كتولد كدير لك دابا كلب رقيق. ودابا حنا ملي كان التجميع وعاونا هاد الناس باش يديروا انواع جداد اللي بغا السوق الخارجي كنعرفوش حنا كنديروا على الله وصافي، ما كنعرفوا باش غتجي ولا ما غاتجي. كتبيع السلعه تجيك شي حاجه ولا يجيك اسمو ما تقدرش تقول لي باش كيعطيوك الثمن باش غتجي السلعه. حنا دابا في العقد ديال التجميع كيكون كيفيه تحديد الثمن، يعني هذيك كيفيه ديال تحديد الثمن هو اللي محدد عنده اللي في العقد ديال التجميع. يعني انطلاقا يعني من يعني ثمن البيع في التصدير، وكيستخلصوا هذوك يعني المصاريف اللي دار ديال النقل وديال الاكسبور وديال هذوك لي زافونس اللي كيعطي، يعني هذوك العوامل ديال الانتاج اللي كيعطي المجمع، ومن بعد كيتفقوا على هذاك الثمن وكيبقى ليه هو يعني واحد الهامش ديال الربح في الانتاج ديالو. الحسين كشف لينا باللي كيتعامل مع وحده لتكميل المنتوج ديالو واللي كتوجهو للتصدير نحو الخارج من بعد ما تحصل عليه من الضيعه. فكيفاش كتجري المواكبه التقنيه ديالو؟ اللي كنقوموا حنا بالتاثير ديال الفلاح، يعني نتبعوا مع من الشوا ديال لا فاريتي بعدا اولا، لان كنشوفوا لي زيكزيجونس ديال لي كريون برا شنو بغاو، كنشوفوا السوق برا شنو بغا، شنو المتطلبات وعليها علاش كنبداو. دونك من لا فاريتي من البورت غريف من لي تريتمون اللي تيدار، دونك باش ما يكونش شي حاجه واخا كاع باش جبتيها وكان شي تريتمون ولا شي حاجه ماشي هو دونك بحال ما هذا. دونك حنا مع الفلاح دائما ومع كنديروا ليه ديال التكوينات، الناس اللي كيسيروا ليه الخدامه ديالو ولا المسؤولين داخل الضيعات كنديروا لهم دي فورماسيون باش نوصلوا لهذيك النتيجه اللي وصلت ليها. تلبية متطلبات السوق الخارجية كتبقى هدف للمجمع، لكن واش فعلا زادت الإنتاجية في الأرض ديال الحسين؟ دابا ملي داير قبل التجميع كنديروا 20 25 30 طن كل عام على 70 عام، من 25 ل 30 طن اللي كنديروا القطار في العام. ويعني كانت 250 شجره 260 شجره في القطار، دابا كنديروا 800 شجره في القطار، درنا 6 على 3 6 على 2. دابا القطار كيعطي حتى 50 طن 45 50 كيدور بين 40 50 طن القطار. دابا فهادشي ملي عوضنا الشجر وخدنا وداكشي مع التجميع كنمشيو حتى 50 طن في القطار. الانتاجيه ديال ارض هذا الفلاح تضاعفات بعد الانخراط في التجميع، وبالتالي الفلاح بدا كيتقوى في سلسله القيم، بخلاف المستهلك اللي باقي ما لمسناش كيفاش غادي يقدر يستافد من هذا الاطار التنظيمي اللي جا في استراتيجيات الجيل الاخضر 2020 2030. بعد هذا انتقلنا لمدينه اكادير باش نشوفوا واحده ديال التتوين اللي كيتعامل معها الفلاح الحسين. كنقول المغرب تينتج 13 مليون ديال الاطنان ديال الخضر والفواكه، يلاه 2 مليون اللي كتمشي للصادرات.
وهذاك 11 مليون ولا هذا كتباع في السوق الداخلي. الربح عندنا حنا كفلاح كمستهلك ونخدموا هذيك 11 مليون. الا قلنا 40% كتمشي ديال الضياع و40% قلنا غير 10 مليون راه واحد 4 مليون اطنان كتمشي في الضياع وكتاخذ لنا كتساعدنا الفرشه المائيه. راه كل كيلو كيدير حوالي 400 لتر ديال الماء باش ندير. خصنا ما ننتج المنتوج حتى نكون موجه السوق ديالو فين غادي يمشي. هنا المخاطب كشف لنا معطى انه من بين 13 مليون طن ديال الخضر والفواكه اللي كينتجها المغرب 40% فقط منها كتضيع بسبب التلف انعدام العنايه بهذه المنتوجات وفق معايير معينه. وكيفاش نخليو المستهلك يستافد من هذا التصور ويقدر يشري منتوجات بجوده عاليه باسعار في المتناول. الطريقه اللي معموله بلي زانترميديير راه جوج ديال المسائل، الوسطاء والطريقه ديال المحافظه على الجوده. راه كاين جوج ديال المسائل باش ما نغلطوش. كي دابا حنا حتى كنسمعوا راه الوسطاء هما اللي كيربحوا لا، كاين جوج الحوايج. كان الوسطاء حقيقه راه ما يديرش شي حاجه ما يهزش البلاصه الوسط حتى يربح، ولكن حتى الطريقه كيفاش كتمشي ديال التسويق كيفاش كتمشي الخضره ولا كيمشي عاوتاني الكاميو كيمشي فراك السلعه كلها معرمه شي على شي ديك راه كلشي الثاني كتاكل العصا. هاد المسائل كل هاد العمليه كدير واحد الضياع اللي هو ب 40% اللي المستهلك كيخلص الفاتوره ديالو. المستهلك من خلال هذا الوضع كيبقى الحلقه الاضعف والاهتمام اليوم بتنظيم انتاج وتسويق الخضر والفواكه في اطار التجميع حل لتجاوز هذا الوضع. لكن هذا التوجه ما كيحتاجش بالاجماع من طرف كل المهنيين، خاصه ان المجمعين يقدروا يحصلوا على امتيازات كتخول لهم بيع المنتوجات الفلاحيه ديالهم مباشره للمستهلك في اماكن مخصصه او في الاسواق الممتازه دون المرور عبر اسواق الجمله كيف كينص على ذلك القانون. هذا المعطى كيفاش كينظروا ليه المهنيين؟ هو التجميع بحد ذاته مشكل، لانه التجميع هو انه هو ما غتبقاش هو كيسمح السلعه ان ما تبقاش تمر عبر اسواق الجمله. اولا في هذا اشحاف بالنسبه للتجار. كيفاش فيه اشحاف؟ ما كتبقاش بعدا منافسه شريفه. حنا كنخلصوا العشر، كنخلصوا مجموعه من الضرائب، في المقابل انه التجميع الفلاحي هو معفي من هذه المسائل. هذا ما يمكنش اليوم نتكلموا على لي كرون سيرفاس، هو المراكز التجاريه الكبرى. المراكز التجاريه الكبرى ما عمرها ما غتعطي الاسمنه ديال الخضر في الفواكه بالشكل باش كتعطيه مثلا الاسواق ديال الاحياء الشعبيه او الاسواق البلديه. نقطه اخرى هو ان التجميع الفلاحي هو فيه تبريع على الحقوق ديال الجماعات. حتى السلعه ما كتبقاش تدخل لاسواق الجمله. المهنيين كيشوفوا التجميع كحل معتمد كيحاربهم وكيشجع على المنافسه غير الشريفه. ولكن كيفاش نقدروا نحدوا من غلاء الاسعار ونوفروا للمستهلك منتوج جيد بسعر مناسب؟ كجمعيه داخل السوق اليوم حنا كنطالبوا بتاهيل ديال اسواق الجمله بالدرجه الاولى وضروره انه تفعيل اللجان خصوصا اللجنه ديال سميتو ديال القسم الاقتصادي والاجتماعي واعاده النظر في القانون ديال تسعير الاسعار. هذا هو الحل الممكن باش انه السلعه تكون في المتناول ديال المستهلك. مقترحات المهنيين كتوازي مقترح التجميع اللي كتشرف عليه وكاله التنميه الفلاحيه. وداخل الوكاله نقلنا تخوفات المهنيين من هذا الاطار التنظيمي والسؤال حول كيفاش غادي يستافد المستهلك منه. قمنا مؤخرا بتحضير واحد القانون اللي تم الاصدار ديالو القانون 37/21 لانه هاد المنتوجات اللي كيتنتجوا في اطار التجميع الفلاحي خصوصا الخضر والفواكه كيطلبوا واحد المجهودات كبيره لا من المجمع لا من المجمعين باش يتنتجوا في واحد الظروف اللي كيواكبوا شروط السلامه الصحيه الى غير ذلك اللي على غير المنتوجات اللي كتصدر. اذا هاد المنتوجات هادو خاصو نوفرهم كذلك للمستهلك ونكونوا ضامنين المصارف ديالهم وهكا المستهلك كيعرف انه هذا المنتوج جاي من هذا المشروع ولا من هذه المنطقه الى غير ذلك. لكن واش هذه الامتيازات ما غاديش تاثر على ميزانيه الجماعات؟ هذا القانون هذا عنده واحد المده محدده ديال 10 سنوات ودارت هذه التدابير في انتظار ارسال اسواق جمله من الجيل الجديد. وعندنا واحد العدد من الشروط
اللي تخضع لها ماشي غادي يدوز مباشره، ما غيدوزش على سوق الجمله المجمع وما غاديش يدي الاتاوي اللي كيديها الجماعه الى غير ذلك. لا، التصريحات اللي غادي يبقاو يديروا المجمعين من جهه الجماعات المعنيه انهم هما صرحوا بانه سوقوا هاد المنتوجات، طبيعه المنتوجات، الكميات ديالها الى غير ذلك، بلا ما يدوزوا عبر اسواق الجمله. وهذه التصريحات كتمكن لهم من تحديد الاتاوي اللي غادي يديوها الجماعات المعنيه. البيع مباشره للمستهلك دون المرور عبر اسواق الجمله كيبقى حل التقليص من المتدخلين في سلسله القيم ديال انتاج الخضر والفواكه. فشنو مصير التجار ديال الجمله اللي